بدكم وجبة سهلة وسريعة كتير وما رح تاخد منكم وقت وتكون مميزة بالشكل والتقديم. تنفع غدا أو عشاء أو مقبلات. ما إلكم غير هاي الوصفة. هاي الوصفة من أحلى الوصفات اللي ممكن تعملوها وطلعت أكتر من رائعة. أول إشي بنبلش بالحشوة، حطينا زبدة وزيت وبعدين حطينا بصل مفروم صغير. أول ما يتدبل معنا بنحط عليها الفليفلة الملونة بهالشكل. بعدين بنضيف عليها تقريبا 400 جرام من صدورة الدجاج قطعتها لقطع صغيرة. أول ما يبلش يتغير اللون رح نحط عليها تشكيلة البهارات ونرجع نحركهم كتير منيح. بعد ما الدجاج يشرب كل البهارات رح أحط معلقة كبيرة جبنة سائلة وشوية صغيرة تقريبا هيك معلقتين كبار من كريمة الطبخ. حركناهم وهيك صارت حشوتنا جاهزة. بصينية الفرن هحط طبقة من كريمة الطبخ، وهي الخطوة اختيارية ممكن ما تعملوها. استخدمت هنا خبز الصامولي البريوش، وبعدين عملت فيه فتحة من النص بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. وبعدين بنبلش إن نحط فيها الحشوة بهالشكل، كونوا كريمين فيها. وبعدين راح نحط على الوجه جبنة موزاريلا، وبعدين نزينها بالفليفلة والزيتون الأسود. تمام. وبعدين عنا راح نحطها بالفرن لحتى تتحمر معانا، وبهيك بتصير جاهزة وصحتين.